السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله راح نجاوبوا على الاخ متابع لينا في القناه. على كل حال، السؤال هذا طرحوه شحال من شخص، يسمى تكرر السؤال هذا بزاف. والسؤال يقول واش نوكل الطاووس في الايام الاولى للتفقيس، يعني بعد ما يفقس الكتكوت تاع الطاووس واش راح ياكل. حاجة عادية تماما. هذا الكتكوت هذا اللي راه بالاصفر هذا هو طاووس ابيض. كيف قاس يكون اللون تاعو شوية اصفر ومن بعد يتغير اللون تاعو يولي الابيض. هذا طاووس ابيض. الكتاكيت اللي راهم معاه، الفلاس اللي راهم معاه الاخرين تاع الدجاج، كيما راكم تشاهدوا راني نوكل فيه. الايام الاولى انا كل واحد والطريقه تاعو. الايام الاولى انا نستعمل البيض. بيض طيبه في الماء ومن بعد تمحيه خلاص، يسمى ديروا قطع صغار خلاص باش يقدر يتلائم مع الحجم تاع اللقمه كما نقولوا بالعربيه، تكون صغيره باش يقدر الكتكوت يقدر يبلعها. على كل حال هو في الايام الاولى ماهوش راح ياكل حاجه كبيره، سما قيس ما تعلموا ويبدا بشويه بشويه. هي كيكون الدجاجه معاه ولا الام تاعو معاه، يعني افضل راح تنحي هذا العناء هذا تاع تقعد تتبع فيه وتوكله وكذا منا وتعلمه. سما مو راح تقوم بالدور هذا، هي تعيط له، هي توري له كيفاه ياكل، توري له كيفاه يشرب. صح في بعض الاحيان نخرجوه من الفقاسه، يسمى ما عندوش امه، تولي نتايا اللي تتبعه حتى يولي يتعلم كيفاه ياكل ويشرب بالعقل بالعقل. الايام الاولى انا نوكل البيض كما راكم تشاهدوا في الفيديو، ومن بعد يومين 3 ايام 4 ايام تقدر تبدا له في الديماراج. كاين اللي يوكلوا بالديماراج ديريكت، يعني الماكله تاع الدجاج بريمير. كاين اللي يحط له ديريكت كما راكم تشوفوا فيها هاي في هذوك الحبات اللي راهم من تحت. كاين اللي يوكل البيض ومن بعد يبدا له في الديماراج. انا هذه هي الطريقه تاعي. ان شاء الله نكون فدتكم، ولا عندكم اسئله واحده اخرى والله معلومات اخرى للناس المربين اللي راهم يتبعوا فينا، لا عندكم معلومات اخرى حطوها في التعليقات باش الاخوه يستفادوا. وإلا عندكم اسئله حول الطاووس ولا في هذا المجال حطوها وان شاء الله نديروا عليها فيديو. بارك الله فيكم ودعواتكم، ودعموا لنا الفيديو باش يطلع. خليكم مع الفيديو.